بعد اندلاع ثورة 17 من فبراير في ليبيا، أجبرت الكرة الليبية كغيرها من شؤون البلاد على التوقف لتحرم مواهب المستديرة فيها من مداعبتها بين أحضان أنصارها. توقف دام لأكثر من عامين وأثر على إدارات الأندية والمجالس الرياضية والجمعيات العمومية. وبعدما وصلت الكرة فيها لطريق مسدود، شهدت ليبيا حالة من الاستنفار سعيا لعودة النشاط الرياضي وسط أجواء من الشد والجذب قل نظيرها. اليوم وبعد كل هذه الصراعات، توصل الاتحاد الليبي في الاجتماع المشترك الذي عقد بين لجنة المسابقات ومندوبي 16 ناديا من الدرجة الأولى، توصل إلى تحديد 13 من سبتمبر أيلول المقبل موعدا جديدا لانطلاق بطولة الدوري الليبي من مجموعتين ذهابا وإيابا، على أن تنتهي الأولى منهما في 11 من نوفمبر تشرين الثاني المقبل، مع الأخذ بعين الاعتبار بمبدأ التساوي والتوازن بين المجموعتين من ناحية المعايير التي ستتبعها لجنة المسابقات ودون حضور للجماهير. جانب آخر تم الاتفاق عليه هو أن تجرى القرعة بين صاحبي الصدارة في كلا المجموعتين لتحديد المشاركة الليبية الإقليمية، سواء في دوري أبطال أفريقيا أو كأس القارة. أما بالنسبة للملاعب المستضيفة فتم اختصارها في ملعبين لدواع أمنية، واستقر الأمر على ملعب طرابلس الدولي وشهداء ابنين بمدينة بنغازي في انتظار الإقرار والاعتماد الرسمي العلني الذي من شأنه أن يعيد البهجة للشارع الرياضي الليبي بعد سنوات من هجر الملاعب.